السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة قصص فيها عبرة. هاد المرة اللي كتشوفو تحكمت بالإعدام ظلما. اتهموها بالقتل ديال راجلها وتشدات في الحبس. دوزات سنين ديال العذاب في الحبس. زحفات مسكينة من رجليها وما بقاتش كتقدر تحرك يديها. فما تخيلوش كيفاش تبسات البراءة ديالها وخرجات براءة لعند وليداتها اللي بقاو في دار رعاية. القصة ديالها فعلا كتألم وكتبكي. قبل ما نبداو القصة ديالها ما غتخسروا والو الا درتوا لايك للفيديو واشتركتوا في القناة وخليتوا لي تعليق الا عجبكم المحتوى طبعا. بلا ما نطولوا في المقدمة ونمشيو للقصة ديالنا. كريمة تزادت في مصر في واحد المدينة سميتها الدقهلية، وتما فين غتلاقى مع راجلها وتزوجات به ضد في العائلة ديالها. العائلة ديالها ما وافقوش عليه وما قبلوش، ولكن كريمة كانت مصرة على انها تزوج به ضد فيهم ومشات لدارها بلا عرس بلا حتى شي حاجة. ملي تزوجات به ولدات معاه جوج ديال البنيات، وكانت هي اللي كتخدم وكتضرب تماره. كانت عندها واحد الفراشه وكدير الخضره وكتبيع الديسير، وهو مره يخدم وعشرة لا. كاين المره اللي كتخرج هي تبقى خدامه الليل كامل، وهو كيبات ناعس في الدار ويبقى في الدار. كان عندها معاه بعض المشاكل كأي زوجين. واحد النهار تخاصمت معاه وهز حوايجو ومشى من الدار. العائله ديالو كانوا كيسكنوا في واحد القريه خارجه شويه على المدينه، يعني في العروبيه. مشى لدارهم وجلس معاهم سيمانه، وهي بقات مع البنيات، هي اللي كتخدم ومقابله بنياتها. مرضات ليها البنيه الكبيره اللي كان سميتها صابرين، وجاتها الغده الدرقيه ومشات داتها للسبيطار ديال الاطفال وطلبوا منها واحد العمليه ضروري. ولانها ما عندهاش بزاف الفلوس اضطرات تعيط لراجلها هي وبنتها. دوزات ليه صابرين اللي قالت ليه بابا راني عندي واحد العمليه وخاصني ضروري واحد المبلغ من الفلوس تجيبوا ليا باش تعاونني ندير العمليه. وقال لها واخا انا غادي نجي. جا من ديك القريه ديالو، جا مع 6 العشيه للقهوه اللي كاينه حدا الدار ديالهم، وبقى جالس في القهوه وخدا القهوه ديالو وجلس مع واحد صاحبو في القهوه. بقى معاه حتى 8 ونص وطلع عندهم للدار. وحسب الشهاده ديال هذاك صاحبو قال لهم مع 8 ونص ملي شرب القهوه طلع للدار وقال لي شوف الا طلعت للدار وما رجعتش عيط للعائله ديالي وعلمهم. وفعلا مشى. داز واحد المده حتى ل 11 ونص، كيقول هذاك صاحبو عيط عليا مع 11 ونص وقال لي راه نصارني كيتقطعوا اجي اعتقني، وراه انا حدا واحد الشجره كاينه في واحد الارض زراعيه تما. ملي مشى صاحبو كيلقاه ميت، عيط للبوليس ومشاو عيط العائله ديالو. كريمه حتى هي سمعت الخبر، كتقول الجيران جاو دقوا عليها وقالوا لها راجلك راه كاين تحت واحد الشجره في واحد الارض زراعيه قريبه منهم. مشات كتجري كريمه اللي كانت مهرسه من رجليها ودايره القبص في رجليها. مشات هي وبناتها كتجري. مني وصلات كتلقى راجلها ناعس تحت الشجره وداير يدو على خدو وميت. ملي شافتو سخفات وطاحت تما، ومن تما كياخدوها البوليس وداو معاهم على اساس التحقيقات. كتقول كريمه انا مشيت على اساس ان غادي غير يهضروا معايا ونرجع بحالي، ولكن هذيك اخر مره غتشوف بناتها على برا. ملي مشات للتحقيقات بقاو كيحقوا معاها وكيسولوها. كريمه كتقول لهم انا راه عيطت عليه فعلا على اساس بنته عندها واحد العمليه، ولكن راه ما جاش عندنا وما طلعش للدار. حسب الشهاده ديال صاحبو اللي قال لهم راه طلع للدار مع 8 ونص. ولكن البوليس ما تيقوش الهضره ديال كريمه، واخا بقات كتقول لهم راه ما جاش لعندي راني ما شفتوش، ومع ذلك كيقولوا راه طلع للدار وتما فين خدا شي حاجه. من بعد التشريح الطبي كيلقاو ان راجلها مات بالسم ديال الفيران في القهوه. ملي داروا التحريات في الدار ديالها ما كيلقاو حتى شي اثار ديال القهوه اولا ديال الشاي اولا ديال شي حاجه في الدار، ومع ذلك ما رحموهاش، كلشي اتهمها. جاو العائله ديالو من البلاد وكيقولوا بانه مرتو عنده معها مشاكل بزاف وانه كيشكي منها، وانه كيقول لهم راه مراتي غادي تصفيها ليا. شدات كريمه ومشات عامين ديال التحقيقات وهي كتطلع وكتنزل، ومع ذلك ما بان حتى شي حاجه. اتهموها بانها هي اللي قتلاته، وحتى واحد ما سمع ليها. كتقول في المحكمه هزيت يدي باش نشرح للقاضي ونقول ليه القصه ديالي، ولكن ما سمعنيش، حتى واحد ما سمعني، وخرج الحكم بالاعدام شنقا. 4 سنين وانا لابسه اللبسه الحمراء، لان في مصر كيلبسوهم اللبسه الحمراء قبل ما يعدموهم. 4 سنين وهي لابسه اللبسه الحمراء وكتعاني في الصمت. دوزات العذاب مسكينه. كتقول ما حيلتي نبكي على ولادي اللي بقاو برا وتشردوا ومشاو لدار الرعايه جوج بنيات. ما حيلتي نبكي على راجلي اللي مات، ولا نبكي على راسي اللي حتى انا غنموت ظلما.
دوزات العذاب مسكينه. اين فوا دخلت للحبس جاتها واحد الجلطه في رجليها وزحفات من رجليها ومبقاش كتقدر تمشي بيهم، وحتى يدها مبقاش كتقدر تحركها مزيان. كريمه كتقول حتى شي حاجه ما كانت كتساندني من غير انني كنت كنطلب الله، كنقول هذا الحكم ديال العبد وانا كنتسنى الحكم ديالك يا ربي تحكم ليا وتشوف من حالي انا مظلومه. كريمه دوزت العذاب في الحبس عامين غير ديال التحقيقات، عاد نطقوا بالحكم، وملي نطقوا بالحكم بالاعدام دوزات 4 سنين وهي لابسه اللبسه الحمراء وكل نهار كتسنى انهم يجيو ينفذوا في حقها الحكم. كتقول كريمه كانوا غير كيقرقبوا الباب كندير الماء في حوايجي كنموت بالخلعه كنقول صافي هذه هي النهايه جاو باش يديوني، ولكن مع ذلك ما قنطاتش من الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى وبقات كتدعي الله وكتطلبوا وكتكتب رسائل وكتصيفطهم للمحامي ديالها كتقول ليه ثبت البراءه ديالي انا بريئه. المحامي ديالها اللي كان واعر بزاف وبقى كيبحث في القضيه ديالها، فكيفاش حتى ثبت البراءه ديالها؟ دراسات كتقول ان السم ديال الفيران من بعد 4 ديال الساعات عاد كيبان المفعول ديالو، ولكن راجل كريمه ملي طلع للدار طلع مع 8:30، يعني خصو يكون خدا ديك القهوه مع 9، وراجل كريمه توفى مع 11:30 حسب التشريح الطبي، يعني باقا ما دازتش 4 الساعات، يعني ما يمكنش يكون خدا عندها السم في دار كريمه، السم غيكون خداه اما في القهوه اما في شي بلاصه اخرى قبل. والشاهد قال لهم راه ملي بغى يمشي قال لي الا مشيت عند مراتي وتعطلت عيط لدارنا او لعلم البوليس، يعني الخطه كانت مدروسه. ومن هنا المحامي قدر يثبت البراءه ديال كريمه اللي دوزات 6 سنين ديال العذاب في الحبس وتشردوا بنياتها، مع ان العائله ديالها كانوا واقفين معاها وما سمحوش فيها وما سمحوش في بناتها واخا كانوا في دار الرعايه. ملي خرجت كريمه من الحبس كتقول انا عاد زدت وعاد تولدت، ومع ذلك ما غنفرطش في الحق ديال راجلي وغنقلب على شكون اللي عطاه السم ديال الفيران. قلبت باش نعرف واش كريمه قدرات تثبت الحق ديال راجلها وتعرف شكون اللي قتلو، ولكن ما لقيت حتى شي معلومه في شي بلاصه، حتى واحد ما هضر على الموضوع، كلشي كان كيهضر غير على الظلم اللي لحق بكريمه. كريمه ملي خرجت ما فرطاتش في راجلها وشوفوا الانسانيه وبنت الاصول كيف دايره، ما سمحاتش فيه مع انها تعذبات بسببه بسبب العائله ديالو، ولكن رفعت دعوه على العائله ديالو اللي اتهموها ظلما، ورفعت حتى دعوه ديال التعويض باش يعوضوها على ديك السنين اللي دوزاتها كامله في الحبس مكرفصه ومعذبه ووليداتها بعاد عليها، وحتى رجليها اللي ما كانتش قادره تمشي بيهم كتطلب انها يوفروا لها على الاقل شي سكن يكون مريح ليها ولبنياتها. نتمنى تكون عجبتكم القصه ديال اليوم، وخصنا نعرفوا شحال من واحد كيدخل للسجن ظلما، كيف ما كيدخلوا المجرمين كيدخلوا حتى شي وحدين اللي ما دايرين حتى شي حاجه مساكن لا بيديهم لا برجليهم. الواحد اللي خصو يعرف هو انه ما يقنطش من الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى وان الله غينصفو ولو بعد حين. اللي عجبكم المحتوى ما تنساوش الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شكرا والى فيديو اخر باذن الله. ما تنساوش تقولوا لي كي جاكم هذا الفلتر واش نخليه ولا نبدلو. شكرا ومع السلامه.